السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدتكم يا جماعة، أنا قلت لكم النهاردة في نفس اليوم هنزل الفيديو ده. والفيديو ده يا جماعة من من أشكال البشليك السعودي. يعني إيه من أشكال بشليك اللي هو السعودي العادي، بس ده له شكل تاني. يعني كلنا بننفذ البشليك ده بطريقة واحدة. دي طريقة جديدة أو دي طريقة تانية لأنواع أو أشكال البشليك. بنبدأ كده يا جماعة بالبشليك اللي هو ناحية الشمال، اللي هو بيبقى فيه الزراير، وبنعمله زي ما بنعمل البشليك العادي خالص، مفيش أي مشكلة. بنتنيه كده أهو بالعرض بتاعه اللي هو 2 سنتي كده أو 2 سنتي ونص، وبنتني عادي مفيش أي مشكلة. تمام. تمام، هنركز شوية، هنعرف الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. طريقة بصراحة انا من زمان كنت عايز انزلها، بس الفيديوهات بتاعت الناس اللي هي الطلبات للناس، يعني الناس عايزة فيديوهات، كل واحد له طلب فيديو معين فبنزله الاول. ده اللي عطلني، لكن مهم قوي نعمله، ناس كتير بتطلبه بصراحة. النهارده هنشوف الطريقه بتاعته ازاي. خلصنا البشليك اللي ناحيه الشمال بتاع الزراير، وبنيجي في البشليك اللي ناحيه اليمين. تمام. اهو البشليك ده يا جماعه مقصوص عادي خالص 50 سنتي في عرض 17 سنتي. ليه في عرض 17 سنتي؟ هنقول لكم واحنا شغالين. خلاص كده هنركب عادي، نفس الكلام هنركب عادي جدا، مفيش اي مشكله. هيركب لحد دلوقتي شغالين. ده شغل البشليك السعودي العادي، مفيش اي مشكله. اهو الشغل كله هيبدأ هنا بقى يا جماعة. اهو بعد ما نعدل كده خلاص نطمن، هنروح على المكوة. هنروح على المكوة نعدل كده البشليك بنفس الطريقة. الأول نظبط نفسنا خالص 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 كده اهو. حلو الكلام. حلو الكلام إن شاء الله، ويكون مفهوم وواضح إن شاء الله أهو. وبعد كده بنغطي بالبشليك التاني. البشليك ده عرضه عريض أوي، صح؟ عريض جدا. يعني احنا التاني بيبقى نص ده بالظبط، ويمكن أقل من نص ده كمان. بنحاول بقى نعمل ايه يا جماعة؟ البشليك التاني اللي هو بيبقى فيه الزراير اللي تحت، بنحاول نشوف المسافة اللي من الخياطة اللي تحت ايدينا دي كده بالإحساس كده. بنشوفها ايه؟ بنشوفها المسافة كلها تبقى واحدة اهو. وبعد بالمكوة كده بخلي المسافة اللي تحت البشليك ده مسافة واحدة كلها. تمام. بنفس الطريقة كده يا جماعة اهو، بقى اعمل بيدي كده، بص بص. والمنطقة دي يا جماعة تبقى عاملة ازاي؟ تبقى مرتاحة بالظبط، مرتاحة، ما يكونش فيها لوحة لا كده ولا كده. اهو بص ازاي، زي كده اهو، مظبوطة بالظبط. القصة دي تبقى مرتاحة بالظبط. وبعد كده اتأكد المسافة اللي تحت صابعي دي تبقى مسافة واحدة. يعني هي 4 ملي، يبقى كله 4 ملي مسافة واحدة اهو. بحاول، دي كانت راجعة ناحيتي كده شوية، بشدها بإيدي شوية. نركز قوي يا جماعة، أهم حاجة اللي أنا بعمله دلوقتي ده لو عملنا زيه يطلع البشليك بنفس الطريقة. الناس تطلبه منك تنفذه ان شاء الله على طول. بعد كده بنغطي ال3 ملي او ال4 ملي اللي هم بنشتغلهم بالطريقة بتاعتنا عادي اهو. بنغطي على البشليك الجنب اللي فيه الزراير طبيعي جدا. على فكرة يا جماعة من غير قص، من غير مونتاج ومن غير اي حاجة، معلش عفوا، احنا نرجع ورا شوية. انا قلت البشليك بتاع الزراير اللي هو ناحية الشمال، ناحية الشمال، لا عفوا، البشليك اللي ناحية الزراير ناحية اليمين. معلش انا مش هقص حاجة، هخلي الفيديو ماشي زي ما هو. وبعد كده قلبت القماشة لجوه كده. بصوا يا جماعة، بنقعد نقلب القماشة دي لجوه لحد ما اخلي المسافة اللي انا بقيسها دي 8 سم، واجرب. لو لقيتها اكتر من 8 سنتي بقلب تاني القماشة لجوه بنفس الطريقة. سهلة جدا ان شاء الله وواضحة ان شاء الله. اهو نقلب القماشة كده لجوه اهو. اهو تمام. ونقيس، نفضل نقيس نقيس لحد ما تبقى معايا 8 سنتي من الاول للاخر اهو.
8 سنتي 8 سنتي 8 سنتي. اتاكد ان المسافه كلها عندي 8 سنتي. ليه 8 سنتي؟ هقول لكم دلوقتي. اهو 8 باينين، 8 باين 8 تمام، 8 باين 8 8 باين ولا لا؟ باين 8. وبعد كده بقلب على النص بالظبط يا جماعه، على النص او اللي فوق دي تزيد 2 مللي بحيث تغطي على الطبقه اللي تحتيها. ليه خليناها كده يا جماعه 8 سنتي؟ بحيث المسافه بتاعت ال 17 سنتي الزياده اللي دخلناها لجوه دي ما تفلتش من تحت ايدينا، لازم تبقى متنيه لجوه. تمام واضحه؟ التانيه اللي احنا تنيناها لجوه دي قبل ما اقيس ال 8 سنتي لازم تبقى متنيه لجوه. احنا بنقيس 8 سنتي عشان تبقى متنيه لجوه. خلصنا كده اهو، ثبتناه بالمكوه تمام. اهم حاجه في الموضوع ده كله يا جماعه المكوه. اهو الزياده اللي انا بتكلم عليها جوه اهي اهي. تمام خلاص. وبعد كده بنعدل البشليك على راحته خالص. اهو طريقته حلوه، طريقته جديده، طريقته مطلوبه. الناس كلها تقول انا مثلا مش عايز الزراير تبقى باينه، من غير حشو من غير اي حاجه. وممكن يكون التاني اسهل شويه، لكن ده في الشكل العام بيبقى جميل يا جماعه، وهنشوفه دلوقتي لما يطلع هيبقى شكله عامل ازاي. في قلب الكسره اللي انا بعملها بالمكوه دي، انا كسرت بالمكوه كده اهو. التحديده اللي بالمكوه دي بمشي خياطتي بالظبط في قلبها بالظبط، وبعد كده بعدل اهو بنفس الشكل يا جماعه. خلاص كده بحاول وانا شغال بقى اقعد يعني، وانت شغال كده تريح. وبعد كده بنروح مثبتين على اخر مع دوران حردة الرقبه. بنثبت الزياده دي كده خلاص مش عايزينها، احنا بس بنسيبها عشان نعرف نشتغل ما تأثرش. هذكر كل حبايبي اللي هيشوفوني لأول مرة ويشرفوني في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس، وما تبخلوش علينا يا جماعة باللايك. أتمنى ما تبخلوش علينا باللايك يا جماعة، عشان اللايك بيدعم الفيديو جدا. وبشكركم جدا يا جماعة على اهتمامكم. خلاص يا جماعة نكمل مع بعض. بنقيس 7 سنتي كده من أول القصة اللي هي نهاية البشاليك، 7 سنتي اهو. طبعا احنا هنا عشان مفيش حشو احنا اللي بنحدد زاوية البشليك دي بنفسنا بايدينا. 7 سنتي هم يا جماعة. بنقيس كل حاجة بالمقاس عشان الناس تشتغل بالمقاس. احنا ممكن نحدد بطريقتنا او بشغلنا، لا مش هينفع. احنا بنعمل كل حاجة بالمقاس عشان الناس تشتغل، كله يشتغل ورانا بالمقاس. خلاص كده من اخر البشاليك، كده من اخر قصة البشاليك اللي احنا بنحددها، وبنقفل على كل البشاليك كده بنفس الشكل الموجود. خلاص اهو. بعد كده بنرفع بقى يا جماعة ايه القماشة دي كده. نركز اوي في الحتة دي، عشان احنا بنرسم هنا شكل الزاوية دي بايدينا. شكل السبعة اللي تحت للبشليك دي احنا اللي بنرسمها بايدينا. بعد ما قصينا الزيادة اللي جوه عشان ما تبقاش تخينة كده وضخمة ونعرف نتني، لا يبقى احنا ايه بنقص نصفي الزيادة اللي جوه بس. وبعد كده بنتني القماش الخارجي اللي بره. لو احنا ما قصناش الزيادة دي هتبقى ضخمة قوي، هتبقى شكلها مش حلو اهو. ورسمت السبعة بتاعتي اللي هي الزاوية دي كده اهو. وبناخدها بقى خياطتنا عادي، مفيش في اي مشكلة. كلنا معظم الناس اللي بتشتغل معظمهم عارفين دي بتتعمل ازاي، واللي مش عارفها لو اشتغلتها بنفس الطريقة هتبقى تطلع معاك بنفس الشكل اهي. وبتدينا هنشوف يا جماعة شكله بصراحة، شكل البشليك طالع جميل بصراحة. ده كان نفسي انزله لكم من زمان، بس معلش كل حاجة بتيجي او بتاخد وقتها. اهو يا جماعة بنعدل كده بايدينا اهو. وفرماتوراتنا عشان الحتة دي دايما بيبقى عليها حمل، لازم يبقى فيه فرماتورة كتير اهو يا جماعة. كده يا جماعة هو ده شكل البشليك اللي انا جايبه لكم النهاردة. اتمنى ان تكون الناس استفادت كلها، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي في اقرب وقت ان شاء الله، مش هتأخر عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.